صباح الخير. في حد كتب لي تعليق تحت احد الفيديوهات بيقول لي ان ترامب لا يملك الحق في تغيير القانون، او لا يملك الحق في تغيير الدستور. فقبل ما نقول او لا، او ينفع او ما ينفعش، لازم نفهم الوضع كله على بعضه شكله عامل ازاي. يعني نفهم شوية، عشان كده دايما اقول لحضراتكم ايه، نفهم سياسة. يعني انت لو فاهم سياسة هتفهم القانون الامريكي بيتحط ازاي، والدنيا بتحصل فيها ايه، والامور ماشيه ازاي. مفيش رئيس في امريكا يملك الحق منفرد انه يغير القانون او يغير الدستور. النظام السياسي في امريكا هو نظام حزبي قايم على التعدديه وقايم على توزيع السلطات. دي نقطه، يعني محدش فيها بينفرد بالحكم منفرد، ولا ترامب او غير ترامب. ولكن تعال نفهم الوضع السياسي في الوقت الحالي في امريكا شكله عامل ازاي. عامه امريكا، اللي من حضراتكم بقى يعني تابع السياسة الأمريكية من زمان، مش لسه واحد قرا بوست على الفيسبوك وطلع يتكلم. اللي متابع السياسة الأمريكية من زمان، دايما لما بيتم انتخاب الرئيس، في الغالب في معظم الأوقات، مش هقول في كل الأوقات، في معظم الأوقات، إذا جه الرئيس من الحزب الجمهوري بتلاقوا الكونجرس جاي من الحزب الديمقراطي، والعكس. إذا جه رئيس ديمقراطي بتلاقوا الكونجرس جمهوري. الوضع دايما إن الرئيس يا إما بياخد مدة اللي هي 4 سنين، يا اما بياخد مدتين ورا بعض 8 سنين. قليل قوي لما بتلاقي رئيس خد مده وبعد كده مشي وبعد كده رجع. الوضع المره دي في فتره حكم دونالد ترامب مختلف كليا وجزئيا. ترامب مشي وبعد كده رجع، ودي ما بتحصلش كتير. ما بتحصلش كتير، حصلت بس قليل جدا. في الغالب الناس يا يعني بتاخد مده وبتمشي خلاص زي كلينتون كده ما بتشوفوش تاني، يا اما بتاخد مدتين ورا بعض زي باراك اوباما مثلا، زي جورج بوش الاب، جورج بوش، وهكذا. الحاجه التانيه، ترامب لما جه جمهوري، وجه معاه كمان الهاوس جمهوري، وجه معاه كمان السنت جمهوري، يعني وجه معاه كمان مجلس المحافظين جمهوري. يعني اللي بيحكم حاليا البلد هو الحزب الجمهوري، الرئاسة، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، مجلس المحافظين. وكمان بقى أزيدك من الشعر بيت إن معظم القضاة اللي في السوبريم كورت من خلفية جمهورية، اللي كان عينهم ترامب قبل ما يمشي. هو عين 3 قضاة قبل ما يمشي في 2020 كانوا جمهوريين. ده معناه ايه؟ معناه ان اذا الرئيس النهارده حب ينفذ قرار او حب ينفذ مقترح قانون، سهل جدا ان هو يعمله في امر تنفيذي ويعرضه على الكونجرس بشقيه، اللي هو مجلس الشيوخ ومجلس النواب. والكونجرس بما انه هو عنده الاغلبيه ممكن يصوت عليه. انا بقول لحضراتكم ممكن، يعني ما بقول لكمش كلام كتاكيد، لكن بقول لك افهم سياسه قبل ما تتكلم، او قبل ما تجادل. افهم سياسه. ممكن جدا ويتمرر. وبما ان كمان الاغلبيه في السوبريم كورت، اللي هو اعلى هيئه نقد قضائي موجوده في الولايات المتحده، برضه فيها اغلبيه جمهوريه، فممكن القانون يمشي ويعدي جدا. من يومين لو حضراتكم اتفرجتوا على اجتماع المحافظين اللي كان عامله الرئيس دونالد ترامب، في وسط الاجتماع كان بيتكلم عن القانون اللي هو كان مطلعه بمنع ممارسة الرجال رياضات النساء. وكلم حاكم ولاية مين اللي كانت موجودة وقال لها انت اللي مش عايزة تمرري القانون وتمشيه في الولاية بتاعتك. قالت له انا ملتزمة بالقانون الفيدرالي وقانون الولاية. رد عليها دونالد ترامب وقال لها وي ار ذا فيدرال لو، احنا القانون الفيدرالي، انا رئيس الجمهورية وبيطلع من عندي القانون اللي بيسري على جميع الولايات. ردت عليه قالت له ايه، اشوفك في المحكمة، سي ان ذا كورت. قال لها يا اهلا وسهلا بيكي، ده اسهل حاجة عندي، تعال نتقابل في المحكمة. فلازم نبقى فاهمين ان اذا خرج امر تنفيذي من الرئيس اكزيكتيف اوردر، وانت عندك ناس اوريدي موجودين بيساندوا الرأي بتاعك في الكونجرس،
قانون رايك ده كرئيس ممكن يمر عادي جدا ويبقى قانون، مفيش ما يمنع. يعني اللي انت بتقوله ان ما يقدرش، لا مفيش حاجه اسمها ما يقدرش. في حاجه اسمها في بروسس لتعديل القوانين جوه امريكا. البروسس بتقول ان ممكن يكون مقترح قانون متقدم من اي حد، سواء بقى من مجلس الشيوخ، من مجلس النواب، احد الاعضاء سيناتورز او ريبريزنتيفز قدم مقترح قانون، او ممكن الرئيس نفسه يقترح مقترح قانون، او احد الوزراء يقترح مقترح قانون، ويتم طرحه للقانون ده للمناقشه ويتوافق عليه باغلبيه، واذا توافق عليه الاغلبيه هيعتمد كقانون وهيتم. حضرتك بس اللي مش عاوز تصدق ان ممكن يحصل تغييرات في قوانين الجنسيه الفتره الجايه، انت بس اللي مش عاوز تصدق، مش قادر تقتنع بالفكره. كون اقتناعك بالفكره او من عدم ده مش هيغير في الواقع كتير، فلازم تفهم ده. ومش بتكلم على بس قضايا اللجوء او خلافه، ولكن بتكلم على الموضوع في ان جنرال. الرئيس في الوضع الحالي وضعه مختلف، لان عنده باور جايه من الكونجرس، وعنده باور جايه من مجلس المحافظين، وعنده باور جايه من السوبريم كورت. لازم نفهم ده. فاذا اراد ان هو يعدي قانون ممكن يعدي جدا، لكن في قوانين ممكن او مقترحات او اكزيكتيف اوردر هو يقدمها ممكن تترفض او ممكن تترفض، بس المهم الاغلبيه ترفضها. والاغلبيه حاليا ديمقراطيه، الاغلبيه حاليا جمهوريه. فلازم نفهم الحته دي قبل ما نقول ينفع او اصله ما يقدرش، اصله لا يملك. مش انا ولا انت اللي هنقول لا يملك. في معطيات لازم نفهمها الاول قبل ما نقول يقدر ولا ما يقدرش. لازم نفهم الوضع السياسي شكله عامل ازاي في البلد. لازم نفهم ان اللي بيعمله ترامب دلوقتي في 2025 هو اوريدي جزء من الخطه الانتخابيه اللي الناس كلها وافقت عليه عشان ينفذها. ترامب كسب بأغلبية ساحقة في الانتخابات. الأرقام اللي شفناها السنة دي في 2024 في انتخابات 2024 ما اتشافتش من سنين، إنه ينجح بأغلبية كاسحة ضد كاميلا هاريس، وإنه يكون سبب في إنه يخلي واحد زي جو بايدن ينسحب من إن هو ينزل فترة تانية. برضه ما كناش بنشوف الكلام ده. يعني يمكن ما حصلتش من أيام كلينتون، لما كلينتون ما نزلش الانتخابات الفترة التانية ساعة الفضيحة بتاعت مونيكا لوينسكي. اللي بيتكلم يا جماعه ما تاكدش وتقول لا ينفع او ما ينفعش لما نفهم سياسه الاول، ونفهم الوضع السياسي في البلد شكله عامل ازاي، وبعدين نقول لا يقدر لا ما يقدرش. نفهم الاول سياسه، ولو فهمت بالمناسبه السياسه هتفهم الاقتصاد. لو فهمت سياسه هتفهم اقتصاد. فالموضوع مش جرانت او حاجه كده لا ما ينفعش لا ينفع لا ما يقدرش. مش انا ولا انت اللي نحدد. في مجلس شيوخ، وفي مجلس محافظين، وفي سوبريم كورت، وفي هيئات قضائيه عليا في البلد، وفي رئاسه، وفي حاجات كتير. قبل ما نقول ينفع او ما ينفعش لازم ندي فرصه لعقلنا يشتغل. ومش لازم علشان القرار اللي هو ممكن يكون بياخده في وقت معين ليه علاقه بحاجه معينه مش على مزاجي يبقى ما ينفعش. برضه مش انا اللي هحدد. وصلت؟ فالمعطيات السياسيه في الوضع الحالي في امريكا مختلفه. حبيت اوضح بس لان انا اشوف الموضوع ده كتير قوي، وناس كتير بتكتبوا لي تحت بوستات، وخصوصا لما عملت حلقه من يومين اتكلمت على موضوع توقيف الناس في المطارات وموضوع الديناتشراليزيشن، وقال لك لا ما حدش يقدر يعمل. ماشي، ما انا عارف على فكره. يعني بالنسبه للناس اللي بتكتب لي بتقول لي ان الجنسيه ما تتسحبش في المطار، على فكره لو انت رجعت الفيديو بتاعي انا ما قلتش ان الجنسيه تنسحب في المطار، قلت لك ممكن يسحب منك الباسبور وممكن يسحب منك الجرين كارد في المطار، لكن هيحولك لفيدرال كورت حبيبي، هيحولك لفيدرال كورت. وانت فاكر ان هو يسحب منك الباسبور والجنسيه جوه المطار؟ لا، هيسحب منك الباسبور، ممكن يسحب منك الجرين كارد. واذا الرئيس ادى السلطه التنفيذيه انها تعمل كده هتعمل كده، زي ما ادى السلطه التنفيذيه لقوات ايس ان هي توقف الناس وتقبض عليهم وترحلهم، ويقدر يدي السلطه التنفيذيه انها تعمل كده بامر من الرئيس. يقدر يدي السلطه التنفيذيه انها تسحب الباسبور بتاعك لو شك فيك. موضوع بقى انه يثبت او ما يثبتش ده موضوع تاني بقى تتكلم نحقق فيه في المحكمه في الفيدرال كورت. الفيدرال كورت اللي تحقق فيه. بس على فكره هو هيسرع الاجراءات، ده اللي انت بقى لازم تحطه في بالك، هو هيسرع الاجراءات شويه. يعني مش هيحطك يوديك بقى الفيدرال كورت فاحنا نعيش بقى 10 سنين على ما يشوفوا يعملوا معاك ايه. لا، الموضوع هيبقى سريع قوي، زي ما موضوع الترحيلات بقى سريع. مش هخش بقى في الموضوع ده كتير، انا وضحته في بوست فاللي هيحب يرجع له. بس ترامب يقدر ينفذ القوانين، يقدر لان مع الاغلبيه. اشكركم جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.